السلام عليكم، أهلا بكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. مجموعة من أذكى طلبة أكاديمية المباحث الفيدرالية كريمة الكلية بيتم اختيارهم لإجراء آخر اختبار ليهم عشان يبقوا محققين جرائم في جزيرة معزولة تماما عن البشر تحت إشراف جابر، والجزيرة مجهزة بمعامل تحاليل وأي حاجة ممكن يحتاجوها، لأنها بالأصل جزيرة ملك البحرية العسكرية متعددة الأغراض. والاختبار عبارة عن محاكاة للبحث عن القاتل لبن العصفور علشان يحسوا بالعزلة مع عقلية القاتل، وهيعيش كل من سعيد، سارة، نيفين بقى، فهمي ولؤي والواد على الجزيرة بدون استخدام أي أسلحة، بحيث إن هما يتتبعوا السفاح الافتراضي ده تحت مراقبة الكاميرات وتحت عين دهشوم المحقق المحنج. والمحقق ده قدر يحدد شخصية كل واحد فيه. نيفين شخصية شمال ولسه مبطلة سجاير، ولؤي شخص واثق جدا في نفسه، وسارة بتنهار وقت الضغط، وسعيد هو قائد بطبعه، والواد ده بيقول على حق يابا، لكن كلامه ده بيضايق سارة ويخليها تنزوي، بس بيروح لها لؤي علشان يواسيها ويحكي لها ان ابوه وامه ماتوا وهو عنده 10 سنين، وفضل يعافر وقلبه ما تعبش من المشاوير. وبيصحوا الصبح على صرخة سارة في الحمام لانها لقت جثة قطة عليها شارة شرب وفي بقها ساعة واقفة على توقيت الساعة 10. بس هل دي ضمن المحاكاة ولا في حاجة بتحصل؟ وبيرجحوا ان جابر بيعمل فيهم مقلب مش اكتر، وبينزلوا المدينة ويبدأوا يدوروا، وبتلاقي نيفين ماكينة علب السجاير، وده طبعا بيغريها شوية لانها لسه مبطلة. لكن اخيرا بيلاقوا جثة مانيكان وبيبدأوا يحققوا بما ان هو ده الاختبار بتاعهم. لكن فجأة الراديو بيشتغل وكانت رايحة سارة علشان تطفيه، لكن سعيد بيقول لها لا استني، وبيقرب هو ويطفي الراديو، لكن ده بيشغل قطع الدومنة بتقع بشكل متتالي لحد ما وصلت لأنبوبة نيتروجين سائل بتفسي في رجل سعيد وسط توسلات ان هما ينقذوه، لكن محدش قدر يقرب منه ولا هيموت معاه. وبتتكسر رجله ويتكسر كل جسمه، حتى راسه بتتجمد وسط رهبة وخوف من الجميع. حتى الواد ده بيقول دي اكيد محاكاة، ده مش حقيقي. وبتبص سارة على ساعة الراديو بتلاقيها الساعة 10 برضه زي الساعة اللي لقوها في بق القطة، وبيحاولوا يتصلوا بحد لكن مفيش شبكة ولا حرارة، وبيلاقوا كتاب تصنيف الجريمة وساعة بتوقيت الساعة 12، لكن بيفتكروا ان هم شافوا قارب جنب الجزيرة وهم في الهليكوبتر فوق، وبيجروا عليه علشان يمشوا من الجزيرة، لكن مجرد ما بيقربوا من القارب بينفجر ويطيرهم كلهم، وبتفقد سارة الوعي ويجري لؤي علشان ينقذها وكأنه الهيرو بتاعها، حتى انه بيبعد اي حد عنها، وبيستبعدوا ان جابر ورا اللي بيحصل لان مستحيل محاكاة يموت فيها الناس كده عادي. وبيكتشفوا ان فهمي شايل سلاح وبيقول لهم انا مش بروح حتة من غير سلاح، وبيروحوا كلهم على مخزن الاسلحة وياخدوا اسلحة وكشافات حرارة يمكن يقدروا يحددوا مكان القاتل اللي بيقتلهم، لكنهم مش بيلاقوا على الجزيرة الا القطط. واثناء ما هما مستنيين الساعة تيجي 12 لان الساعة بتقول ان حد هيموت الساعة 12، بيشربوا فنجانين قهوة كده وبيفكروا ممكن مين يكون القاتل وليه بيقتلهم اصلا. لكن بما ان محدش يعرف ان هما على الجزيرة غيرهم بدأوا يشكوا كلهم في بعض وخلاص بيجهزوا مسدسات. وبتيجي الساعة 12 بس بيدخل لؤي ويقول لهم ان هو لقى خرايط للجزيرة كلها على سرير دهشوم، وبيحاول دهشوم يفهمهم لكن من خوفهم كلهم بيهددوه، لكنه فجأة بيقع وما يحطش منطق، وبيكتشفوا ان في منوم في القهوة وبيقعوا كلهم واحد واحد وواحدة. ولما بيفوق بهاء اول حاجة بيعملها بيأيد دهشوم، وبيبتدي الكل يفوق، وبيحاول دهشوم يقول لهم انا وقعت زيكم يا بهاي ومش انا اللي عملت القهوة اصلا، ده الواد ده. وبيروح بهاء للواد ده لكنه بيلاقي راسه مفصولة عن جسمه لكن مفيش نقطة دم واحدة وكأن حد سحب دمه كله. وبيلاقوا مكتوب سلسلة من الأرقام بالدم وساعتين بتوقيت الساعة 6، يعني 2 هيموتوا بعد 20 دقيقة. وبيأيدوا دهشوم في أوضة وبيحاول يقول لهم إن هو محقق من وزارة العدل علشان يحقق في أساليب جابر المشبوهة في التدريبات بتاعته، لكن محدش بيصدقه وبيخلوا معاه فهمي علشان يراقبه. وبيكتشفوا إن الأرقام ليها علاقة بسرعة الضوء، فبيرجحوا إن الفخ اللي جاي هيبقى في النور، بالتالي بتطفي سارة النور. وبيكتشفوا إنه في حروف على جاكيت
جتاتهم وبتيجي الساعة 6 وبيسمع فهمي الصوت ويطلع يشوف فيه ايه، بس فجأة ماسورة المية بتضرب واللمض بتقع من فوق وترمي الكهرباء على الأرض، وبيحاول يسيب كرسي المتحرك ويطلع فوق علشان يهرب من المية الكهرباء، ودهشوم بيقوله لازم ترميلي مسدسك عشان أعرف أنقذك، وبالفعل بيرميله المسدس علشان يفك نفسه ويقفل الكهرباء ويضرب النار على الحيطة علشان يعمل أخرام يقدر بيها يتسلق علشان يوصل لغرفة التحكم ويطفي النور. لكن خلاص فهمي مش قادر يمسك وإيده بدأت تفك، لكن في آخر لحظة بيوصل دهشوم ويفصل الكهرباء قبل ما فهمي يقع في المية. ولما بيجي بهاء بيعجب جدا بفكر المجرم وخبرته اللي قدر يعمل بيها فخ زي ده، بالتالي كلهم بدأوا يشكوا فيه، لكنه بيحاول يقفل المية، بالتالي بيتفعل فخ وينضرب بهاء بالسهام ويقع ما يحطش منطق. وبيلاقوا ساعة تانية بتوقيت الساعة 8 ويتجمعوا علشان يعرفوا معنى الحروف اللي على جاكيتاتهم، وبيكتشفوا ان الحروف لكلمة كراوت هون، لأن الجزيرة اللي هم عليها فجأة اختفى كل الناس اللي عليها زمان وما لقوش حد منهم، كل اللي لقوه شجرة محفور عليها كلمة كراوت هون. وبيبدأوا يرفعوا البصمات ويدوروا على غلطة للقاتل يقدروا بيها يعرفوه، وبيلاقوا دم القاتل على ضوافر الواد اللي راحت راسه، وبيبدأوا يحللوا دمهم علشان يعرفوا ده دم مين، لكنهم بيكتشفوا ان الدم هو دم سارة، يعني هي القاتلة. وفهمي بيقول لهم انا شفت ملفها وهي ما كانتش هتنجح اصلا، وكانت عايزة تبقى محققة بس بسبب اللي حصل لاختها اللي تعرضت للغرق والاغتصاب، بالتالي قررت انها تنتقم مننا احنا. واثناء ما هما بيحققوا معاها بتتجنن نيفين علشان رافضين يقتلوا سارة على طول من غير تحقيق، وبتقرر تسيبهم وتمشي لانها مش واثقة في اي حد فيهم. لكن سارة بدأت تفهم دماغ القاتل ان هو بيعتمد على مهاراتهم وميولهم. سعيد مات علشان دايما بيتحرك الاول ويكون هو في المقدمة، وبهاء هو الفني بتاعهم، والواد ده بيحب القهوة، بالتالي القاتل قتلهم طبقا لأهوائهم وعاداتهم، مش بيقتل عشوائي. وفي الأثناء بتروح نيفين جنب ماكينة علب السجاير وبتلاقي علبة نزلت منها، وبتقلق سارة على نيفين اللي بتكون بره وفتحت فعلا علبة سجاير وبتولع سجارة، لكن بيكون فيها حمض بيدخل الرئة بتاعتها يفرفرها تماما وتقع في المية وسط فرجة منهم لأنهم مش قادرين يقربوا منها وإلا هيتفرفروا هم كمان. وفجأة بيسمعوا صوت جابر في مكبرات الصوت بيقول مفيش مجال للهروب، وبيقرروا يطلعوا كلهم يدوروا عليه، ولأن سارة دلوقتي بريئة في نظرهم بيفكها الوعي، لكن بيرفض فهمي يطلع معاه. فدهشوم بيربط كرسيه في الترابيزة وبتنصحه سارة ان هو يستخبى، لكن بيكتشف ان هو مسدسه فاضي اصلا، وبيروح على تلاجة الموت علشان ياخد المسدس بتاع الواد ابو راس مقطوع، وبيلاقوا فعلا جابر لكن بيلاقوه ميت ومتعلق بحبال، بالتالي مش هو القاتل. وبيشوفوا فيديو والقاتل بيقتل، وبيرجعوا يشكوا في دهشوم اللي بالفعل بيشك في لؤي، وبتتقطع الكهرباء ويبدأوا يضربوا النار على بعض، وبتستخبى سارة تحت الأتوبيس وبيروح عليها لؤي لكنه بينضرب بالنار ويموت، ويقرب منه دهشوم ويقول له انت مت علشان غبي، وبتطلع سارة تجري ويسمعها دهشوم ويجري وراها، وفي الأثناء بينجح فهمي يطلع من التلاجة ويروح على الأسانسير ويشوف القاتل ويضرب النار، لكن المسدس بيفرقع فيه هو، وبتلاقي سارة جثته وتعرف ان القاتل حطله سلاح بايظ علشان عارف ان هو مش هيمشي من غير سلاح. لكن بيظهر دهشوم ويهاجمها ويضربها، لكن بيتضح ان لؤي ما ماتش، وبيضربوا وبيتخانق الاتنين تيك تيك دم دم، ويقع الاتنين من فوق السلم، وبيتحرك دهشوم لكن سارة بتديله على نافوخه، وبيتضح ان لؤي كان لابس سترة مضادة للرصاص، وسارة بتقول للؤي انا اقدر اثبت التهمة على القاتل لانها غيرت الساعة وحطت عليها بودرة فسفورية علشان تبان على ايد القاتل لما يرجع الساعة للتوقيت الصحيح، لان هو مهووس بالساعات. وبتدور على البودرة على ايد دهشوم لكنها مش بتلاقيها على ايد لؤي، وبيعترف لها ان هو اللي قتل ابوه وامه، وبيحس بمتعة كبيرة في القتل، وانضم اصلا للكلية علشان يبقوا هم الضحايا بتوعه علشان يدرسهم لحد ما تجيله الفرصة ويقتلهم كلهم. لكن اثناء ما هو فخور بنفسه عمال يبرطم بترمي سارة نفسها لورا وتقع من على السلم، لكنها مش بتموت وتطلع تجري ويطلع يجري لؤي وراها، وبيمسكها ويحاول يفطسها في المية، لكنها بتشوف جثة نيفين تحت في القاع وبتزقه وتغوص علشان تاخد منها مسدسها، والاتنين بيضربوا النار على بعض تحت المية، لكن المية بتعيق الطلقات ما بتوصلش لحد فيهم، بالتالي بيطلعوا لفوق وكل واحد فيهم مستني اللي يطلع الأول علشان
يقتله، لكن سارة نفسها أطول بكتير فبيطلع لؤي الأول وبتضرب عليه النار، لكنه مش بيموت، بيتصاب بس في رقبته وتحاول تقبض عليه، لكن هو مش قلقان لأن كل الأدلة ضده، بس بيظهر دهشوم اللي هيشهد في صالحها، بالتالي بيحاول يمسك مسدسه ويقتلهم، لكنها كانت أسرع منه وادتها له في راسه، وبتيجي المروحية وتاخدهم من على الجزيرة. ادعوا معايا إن ربنا ينصر أهلنا في غزة ويرحم كل شهدائنا هناك، عسى أن تكون ساعة استجابة. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنساش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد أكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو، ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.